كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن. ثم نصيحة للكل: لا ترخي سمعك لأحد ينقل إليك شيئا عن أخيك أو عن أرحامك وأقاربك، لا تسمع. إذا جاءك يوما من يقول لك فلان من أقاربك تكلم عليك، فلان من إخوانك قال فيك كذا وكذا، فلانة قالت، لا تسمع أصلا، لا تسمع. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه كانوا يأتونه ويخبرونه: يا رسول الله فلان فعل كذا وكذا، فلان من الصحابة فعل وكذا وكذا. فأراد أن يغلق الباب أمام هذا الأمر، فقال لهم: أيها الناس، لا يأتيني أحد من أصحابي عن أحد ويكلمني عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أتتك وشاية عني، تريث قبل أن ترمي. إذا لم تستمع مني فما ذنبي وما جرمي، فصارحني ولا تنصت لواش قائل باسمي. تعال إلي واسألني، أنا المتحدث الرسمي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.